اسال مين وانا بجوز بنتي او بجوز اختي؟ اسال مين؟ واحد، اسال اكتر من صديق، مش صديق، اكتر من صديق. 2، اسال اكتر من زميل عمل لو هو يدرس زميل دراسه. 3، تسال اكتر من جار. 4، عامله معامله كاشفه. واضح؟ ماشي. اسال ازاي؟ دي بقى توصيات للسؤال وانت بتتعامل مع الناس دول. طب بالمناسبه قبل ما اسال ازاي، اجيب نمر دول منين ولا اروح لهم ليه؟ اسالوا. اسالوا. السلام عليكم، ازيك حبيبي، ايه اخبار؟ ربنا رب يبارك فيك. طبعا انت عارف انت جاي لنا من بعيد قوي وبتاع، واحنا اتشرفنا بيك والله وانت قابلته، تمام، بس انا كنت عايزك تبعت لي ارقام كذا وكذا وكذا عشان اسال عليك. تيجي تقول ايه ده؟ بس انا اتحرج يعني ان انا اقوم الاقي ايه. والله بص يا حبيبي، انا اتحرجت عليك فهديك بنتي من بس بالثقه، ها؟ مش حاجه، لا مش هسال. لا اصل انا ما بفكرش. ده انا لو ببيع فكرونه مش هعمل كده. وانا عارف انتوا مش عارفين يعني ايه فكرونه غالبا، تمام، انما ايه ده؟ بتحرج في ايه؟ وعلى فكره وده يغلي البنت. دي بقى الحاجات اللي تغلي البنت، مش المهر 6 طن ذهب وهات لها شقه 47 كيلو. ايه اللي ليه؟ ده اللي يغليها؟ ولا بيغليها ولا اي حاجه. انما لما يلاقي اب وام واخ وعيله وراها بتدور وبتستقصي وبتعرف، ده يغليها. وهتعرف ان هو كويس، هتطمن، توكلت على الله عز وجل واخدت بالاسباب. انما لقيته مش كويس، خلاص بالسلامه، روح يا عم الحال سبيلك، ملناش دعوه بيك. انما في الاخر ما تاخدش بالاسباب وتبقى فاكر ان انت عملت اللي عليك عشان خاطر صليت ركعتين استخاره. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده في الهجره، اخذ بكل الاسباب وهو رسول الله. كان ممكن يقول يا رب يا رب نهاجر بالسلامه ونوصل يثرب بالسلامه، الموضوع انتهى. اكيد دعوه والنبي صلى الله عليه وسلم بس حط خطه محكمه جدا. فلازم تعمل كده، فتسال عليه سؤال. وعلى فكره وما يضايقوش، والعريس اللي يتضايق انه بيتسال عليه ده غريب جدا، ده غريب جدا. ايه ده؟ ايه يعني ولا وسالوا عليه؟ يا راجل سالوا عليك غريبه مع انك رايح تطلب بنتهم بس. طب ما ايه يعني؟ ده غريب قوي. فمنطقي لما ده يعز البنت.